السلام عليكم، مرحبا بكم معايا. غادي ندير معكم واحد الحليوه ديال الكويغطات كتجي سهله وخفيفه وراقيه. صراحه الله كتجي رائعه ومذاق حتى هو زوين. هنا عندي كاس اللوز مطحون، كاس كاوكاو مطحون، كاس ديال الجنجلان ما مطحونش، وكاس ديال الكوك ما مطحونش. انا دايره شويه البيستاش شرت لهم واحد الحليوه. هنا غادي نعجنوا هاد المقادير كاملين بالعسل. صافي من بعد ما نعجنهم بالعسل نديرهم كويورات، نديرهم في الكواغطات. صافي كما شفتوا معايا كنديروا عليهم الشكلاط الاسود ولا نديروا الشكلاط الابيض، داكشي كيبقى اختياري. صافي نزوقهم باش هما كان شويه دقوقه وشويه ديال الكوك. انا درت لهم هنايا الفيرميسيل، كان عندي شايط واحد الحليوه. صافي هنا كلشي جمعت داكشي كاع اللي بقالي وخلطت هاد الكويغطات. هاد الحليوه هادي كتجي زوينه وسهله وراقيه ودغيا كتوجد، ما كتحتاج فران ما والو. يعني نص ساعه تكوني وجدتي فيها هاد الحليوه هادي وكتجي رائعه، وتخليها تنشف غير فوق لابابو، يعني بلا ما تستحق ديرها في الثلاجه. راكم عارفين دابا الحال بارد، وكتجي زوينه وكتجي على هاد الشكل. نتمنى تعجبكم وتجربوها، وبالسلامه عليكم.